السلام عليكم. النهارده هعمل معاكم فراخ بالاعشاب بطعمها الحلو والطري وما تاخدش وقت في العمايل او التتبيله، ولو اي حد مستعجل هيعملها وهتطلع معاه حلو قوي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناه. اول حاجه هنعملها هنجيب الفراخ بتاعتنا بعد ما غسلناها بالميه والخل والليمون، وهنستخدم معلقه عشان نعرف نفصل ما بين الفراخ والجلد عشان تسهل علينا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنجيب الملح والفلفل ونتبل الفراخ من ناحيتين. بعد كده هنجيب 100 جرام من الزبدة وهنحط معلقة من الملح والفلفل والأورجانو والريحان والزعتر. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض، وبعد كده هناخد الخليط بتاعنا وهنبتدي نوزعه تحت الجلد عشان الفراخ تتشرب من الخليط دوت، وبتاخد الطعم الأعشاب الجميل الحلو ده، ونوصله في كل مكان في الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنجيب البطاطس والجزر ونقطعهم حسب الرغبة، اهم حاجة ما تكونش رقيقة عشان ما تتهرش معانا، وهنحطهم في البولة وهنرش عليهم معلقة صغيرة من الملح والفلفل والزعتر وبصلة متقطعة شرايح. بعد كده هناخد بقية الخليط وهنقلبه كويس في الخضار بتاعنا. بعد كده هنجيب الطاجن بتاعنا وهنحط الخضار وهنحط روزماري ونبتدي نرص الفراخ بتاعتنا، وهنغطيها بورق الزبدة وبعدين الورق الفويل، وهنحطها في الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسط لمدة ساعة ونص. بعد ساعة الا ربع هنشيل الفويل ونسيب الساعة الا ربع التانيين لغاية لما الوش يحمر معانا. وكده بعد ما طلعناها من الفرن هتطلع معاكم طرية وطعمها حلو، والخضار هيطلع طعمه حلو. جربوها وبالهنا والشفا.